اهلا بكم حبايب قلبي، اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل احلى كشري مصري في منتهى الجمال. شايفين شكله بيتكلم عن نفسه بصراحه. ما خدناش من وقتنا حاجه، وعملنا كل الكلام الجميل ده في حلتين بس، يعني احنا حتى وفرنا في المواعين وكده اهو. تمام اوي كده اهو. عملنا طبعا الدقه، وعملنا الشطه الزيت، وعملنا العيش التوست. تعالوا بقى نجرب الكلام الجميل دوت. حطينا معلقه من الدقيق على معلقه من شطه الزيت ومعلقه من الصلصه. الله على ريحته وجماله، بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه ما شاء الله عليه، بجد بجد استحق التجربه. والعيش التوست شايفين جميل ازاي، تحفه. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا مقطعه كميه من البصل جوليان زي ما انتم شايفين. هنزل عليها بكوبايه من الدقيق، عشان دي اللي هتخليني بقى ايه البصلة في حتة تانية خالص زي بتاع المحلات بالظبط. واجيب مصفى انزل كل الدقيق دوت، وحاطه زيت غزير على البوتاجاز عشان الزيت ده اللي هيطعم لك كل الكلام الجميل دوت اللي ايه اللي هو متطعم بالبصل. تمام. تمام. هسيبه بقى يتحمر كده اهوت، والعدس طبعا شغال تمام على البوتاجاز، والحمص تمام برضو شغال اهوت. تعالوا بقى نرجع للبصلة تاني نصفيها على مناديل عشان تمتص الزيت دوت زي ما انتوا شايفين. تمام اوي كده اهو. انا طبعا حاطه الحله اللي عملت فيها العدس هنعمل فيها الصلصه. اخد كده كبشتين من الزيت على معلقه توم مفروم، واحمرها اهوت زي ما انتوا شايفين، عايزه اللون الذهبي الفاتح. وانزل عليها بكيلو من الطماطم اللي انا طبعا غسلاها وفرماها ومصفياها. تمام اوي كده اهو. هحط طبعا رشه من الملح، ورشه من الكمون، ورشه من البابريكا، واخر حاجه طبعا احط على رشه من السكر عشان الحموضه والمزازه. تمام اوي كده اهوت. طبعا حاطه على العين التانية حله هعمل فيها المكرونه، حاطه فيها الملح وحاطه فيها معلقتين من الزيت. هنزل عليها بالمكرونه الاسباجيتا والمرمريه زي ما انتوا شايفين اهوت، واسيبها تتسلق. طبعا خدت معلقتين من البصل اللي هو المقرمش دوت، طحنتهم واحط ايه على الصلصه اهوت يطعمني ايه طعمني الصلصه الجميله دي. طبعا المكرونه اتسلقت هنصفيها مع بعض، ونحمر طبعا الرز بالشعريه زي ما انتوا شايفين. خدت طبعا من الزيت اللي هو متطعم بالبصل، وعملت فيه ايه الرز والشعريه اهي اتحمرتهم، ونزلت هنزل عليهم بالميه. طبعا عملت حياء بالملح زي ما انتوا شايفين. وخدت طبعا كبشه من الزيت على المكرونه اللي انا سلقاها عشان تديله تطعيمه هايله، وفي الاخر تبقى ايه منطوره كده وجميله. تعالوا بقى نعمل العيش التوست مع بعض كده. انا جايبه عيش من الشامه ومشترياه من بره، وطبعا هنزل عليه بالزيت اللي انا مطعماه بالبصل عشان يطعمني العيش الجميل دوت. تمام كده، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليه اداني اللون الذهبي. هنزل عليه بقى ايه طبعا الرز زي ما انتوا شايفين هو مفلفل وجميل، وحطيت عليه واستوى بقى زي الفل. هنزل على العيش بقى بشويه من الملح وشويه من الكمون بس لان هو متطعم من الزيت اللي انا عامله بالبصل. تمام اوي كده اهوت. تعالوا بقى نعمل ايه الشطه الزيت. انا حاطه معلقتين زيت على النار اهوت، وهنزل عليهم بمعلقتين من الشطه. ولازما يا حبايب قلبي تلبسوا كمامه لان هي بصراحه ربنا بهدله صراحه يعني. زي ما انتوا شايفين اهو طلعت لي روايح الشطه. هنزل عليها بكبشتين من الصلصه بتاعت الكشري، هنزل عليها بالبوله اهوت. تمام اوي كده اهو. تعالوا بقى نعمل ايه الدقه. حطيت معلقه من الزيت، واحط معلقه من الثوم المفروم. انا مش هسوي الثوم، انا عايزه بس يطلع لي الروايح بس. واحط طبعا معلقه من الكمون لان هو بيعتمد على الكمون والخل. تمام اوي كده اهوت. هنزل على طبعا بربع كوبايه من الخل، وهنزل طبعا بالملح عشان اشوف حياء، وهنزل عليها بنص كوبايه من الميه، وهظبط ملحها واسيبها كده تغلي غلوتين، وبعد كده اصفيها زي ما صفيت الشط كده اهوت في البوله، اصفيها برضو في البوله. تمام اوي كده اهو. غلت اهم يا حبايب قلبي. هنزل عليها بالبوله اهو جنب الشطه. وشايفين العيش التوست جميل ازاي، تحفه ما شاء الله عليه. يلا بقى نغرف الطبق بتاعنا الجميل دوت. انا حطيت اهو طبقه من الرز ابو شعريه جميل اهو، وطبقه من المكرونه الاسباجيتا على المرمريه. وهنزل طبعا بالعدس الجميل ما شاء الله عليه.
واهم شيء الورد. تمام اوي كده اهوت. والحمص طبعا هنزل عليه طبعا بيه اهوت. احط بقى الصلصه الجميله ما شاء الله عليه، تحفه. يستحق بقى اللايك ولا لا؟ الله عليه. تعالوا بقى جربوا معايا بقى الجمال دوت، وشوفوا الحلاوه دي اتعملت ايه بقى، ايه اسهل طريقه ممكنه. زي ما انتوا شايفين احنا سهلنا على بعض كل حاجه اهوت، ما خدناش من وقتنا حاجه. تمام اوي كده اهو. الله عليه. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا وقولوا لي ايه رايكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في الشير واللايك واشتراك في قناتي عشان ينزلكوا كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على غير الفيديو الجاي.